يوم كريم ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وتصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله. وصفه اليوم عباره عن رولي بطاطا بحشو رائع جدا، حشو اسكالوب وايضا الارز. كما راكم تشوفوا راهي شابه بالبزاف. هاد البطاطس مانيش قليتها ولا راه طيبتها في الكوشه. دائما انا نعمل اكل صحي ما ياثرش لا المعده ولا القولون. تابعوا معي الوصفه برشا برشا. بدايه ناخذ هنا بلا ونوضعوا عليه ورق الطهي ما تلصقش معنا البطاطس. فرشوا اول شيء الجبن. انا استعملت هنايا جبن شيدار هو الاحسن، انه عنده ذوق ممتاز رائع جدا. هنا البطاطا بعد ما هنايا نقيتها قطعتها هنايا دوائر وملحتها، نوضعوها الان نفرشوها في البلا، نستفوها بهذه الطريقه. كما راكم تشاهدوا بقاو تعملوا هذه الطريقه حتى يتعمر البلا تاعكم. والان هنا ندهنوا البطاطا بالزيت كما قلت لكم. هذه الطريقه احسن من اللي تقلوها وتاثر عليكم في المعده والقولون. يعني اكله صحيه جدا. طيبوها هكا في الكوشه ما تقلوها في الزيت ني والو. وهنا بالنسبه هذا الزيت ماهوش زيت سانغو، هذا زيت الزيتون صحي. نخدم كلش صحي خاصه في رمضان. الانسان يكون صايم بعد كي يفطر باكل صحي ما ياثرناش على المعده ولا القولون. كون وضعوها طيب في الكوشه، شعلوا لها من تحت ومن الفوق، خليوها حتى تحمر. بالنسبه هنايا للطبقه الثانيه نعملوها فوق البطاطس. شنو واش نعملو؟ نوضعو هنا الطنجره تاعنا على النار، نوضعو الزيت. دائما نقول لكم زيت الزيتون اللي صحي. ونضيفو البصل. هذيك هنايا البصل والثوم نخليو شويه ثوم في الاخير. وبعدها نوضعو السكالوب بعد ما قطعتو شرائح صغيره. بغيتو تعملوا اللحم عملوا اللحم ايضا، خلطوا السكالوب واللحم ولا عملوا اللحم وحدها والسكالوب وحدها، كل واحد بامكانياته. بالنسبه للتوابل نوضعوا هنايا راس الحانوت، الكركم خاصه الكركم احبه كثيرا، يعطينا لون رائع وايضا صحي. الكزبره ما تخافوش منها، تقدروا تعمروا المعلقه تاعكم عادي انها صحيه. الفلفل الاحمر هنا ما عندوش بزاف، نعملو كميه قليله. والزنجبيل ايضا غير شويه. بالنسبه للملح راني ملحت السكالوط ولهذا راني ما درتش وضعت الملح. نخلط كلش مع بعض. درنا البقدونس راهي هايله. ضيفوا الرز بعد ما غليته وملحته. نضيف ايضا كميه الثوم اللي خليتها هكا تعطينا هنا النكهه. نخلطوا كلش مع بعض، نخليهم يتقلاو على نار هادئه.
ونلتقي فيما بعد. البطاطا راهي طابت معنا، شوفوا كيفاش جايه شابه حميره، خير من اللي تزيدو ديروا لها الزيت وتضروا نفوسكم. هكا راهي صحيه 100%. وهنا نوضعو فوقها اسكالوب والروز اللي قليناه. ريحة البنة طالعة. راهي معايا هنا سلمى، راهي تعاون فيا، راهي قالت لي سخن الريقة. مادالو زوج سوايع. تفطري حبوبة. بعدا نرشو هنايا الجبن. عطينا ديال البنة. نبداو نروليو نروليو بهذه الطريقة وضغطوا عليها هكا. نشتي معكم لافورم نهائيا. فوالا نعملو رشة تاع الجبن، جبن شيدار، جبن رائع، very nice and beautiful. هنا واش نعملو؟ نوضعوه الان في الفرن ينضج. نشعلو له غير من الفوق، ما نشعلوش من تحت. اوكي. وصفتنا لنهار اليوم راهي واجده جات شابه بالبزاف، مع ديكور شباب، والبنه ما نحكوش عليها راهي طوب. في الختام يبقى لي نقول لكم صحة فطوركم وصحة سحوركم ايضا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. احبتي لا تنسوا الاشتراك في قناتي والضغط على لايك وبارطاجيو الفيديو لكي تعم الفائده. والى الملتقى. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك